ناس كتير مش بتعرف تستخدم القلم الجاف أو الحبر على حسب المسمى اللي بتسميه بيه. يا صاحبي القلم الجاف ده ما يخوفش، يعني انت اغلط، خليك غلط والكتابة ما اتمسحتش مش مهم، معاك باقي الصفحة اللي تحت، شخبط يا صاحبي الحاجة اللي تغلط فيها، شخبط عليها واكتب جنبها أو اكتب تحتها. يعني انت بسم الله ما شاء الله معاك كشكول اهو مليان طويل عريض، يعني انت ما جاتش من كلمة شخبطتها. فانا النهارده هشيل لك الرهبة اللي عندك دي وهخليك تكتب صح بالقلم الحبر بدون ما تغلط. وحتى لو غلطت انا هغلط متعمد قدامك كده عشان اوريك انك لو غلطت هتعمل ايه. مثلا هنكتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مثلا يعني السلام. بص يا صاحبي ركز معايا، عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يا جماعة بس خط حلو فتلاقيه الظاهر مش حلو في الكاميرا عشان الكاميرا ما بتستوعبش جمال خطي. بص يا صاحبي وليكن هكتب أحمد ذهب إلى المنزل وأكتب المنزل غلط. أحمد ذهب إلى المنزل. اكتشفت إني كتبت المنزل غلط، أعمل إيه يا صاحبي؟ بص كده بمنتهى البساطة وأروح كاتب جنبها المنزل أو أكتبها تحت. بس يا صاحبي دي الطريقة الصحيحة لاستخدام القلم الجاف أو الحبر. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات وتضغط لايك للفيديو.